اهلا بجمالات نو يور سيلف. اهلا بيكم في حلقه جديده من فيديو من قناتي. انا عزه ودي قناتنا نو يور سيلف. النهارده جايه اقولك ان قوتك في معرفه نفسك. عايزاكي تسالي سؤال لنفسك قبل ما نبدا، بس اساليه بصدق وبصراحه. هو انت كم مره عملتي حاجه وانت مش راضيه عنها؟ عملتيها بس خوفا من كلام الناس ان هم يقولوا عليك انك مقصره، انك ما عندكيش ذوق؟ وكم مره حسيتي انك انتي تايهه وسط طلبات البيت، الولاد، الشغل، كلام الناس، لدرجه انك نسيتي انت مين، بتحبي ايه، انت مرتاحه ولا لا؟ واحنا النهارده في الحلقه جايين عشان نناقش، مش عشان نقول نظرية، احنا جايين نفلتر الدوشة اللي حواليكي، نعرف مع بعض ازاي انك تميزي صوتك الحقيقي من بين مليون صوت حواليكي بتسمعيه كل يوم. ازاي تختاري المراية اللي تشوفي نفسك فيها صح، مش المراية اللي بتكسر منك ومن معنوياتك، اللي انت تقدري انك تغيري من نفسك عشان انت تستاهلي انك تكوني الأحسن. وهو ده هدفنا من القناة وهدفنا من الحلقة. على فكرة احنا لسه ما بدأناش الفيديو، بس انت تبقى مستعدة انك تبدأي رحلة اعرفي نفسك بجد وانك تستردي طاقتك، يبقى الفيديو ده علشانك. يلا بينا نبدأ. الحقيقة يا بنات ان احنا مراية لبعض الناس اللي بنقضي معاهم اغلب وقتنا. هم اللي بيرسموا صورتنا عن نفسنا من غير ما نحس. يعني لو دايرتك فيها ناس محبطة وشكاية طول الوقت، هتلاقي نفسك شايفة الحياة سودة ومش شايفة مميزاتك. والعكس صحيح، لو دايرتك فيها ناس بتدعمك وبتقدرك وهم نفسهم ناس عندهم كده طاقة وحيوية، هتلاقي نفسك بتكتشفي مواهب ما كنتش عارفاها عن نفسك. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نعمل تمرين عملي. عايزاكم دلوقتي تعملوا تمرين صغير. عايزاكم تكتبوا اكتر 5 اسماء او 5 اشخاص بتقضوا معاهم وقت، سواء في الحقيقة او سواء الاشخاص دول ممكن تكون بتتابعوهم على السوشيال ميديا، اسماء ناس من اللي بتتابعوهم على الصفحات. وقدام كل اسم تكتبي الشخص ده قدامه، الشخص ده بيخليني احب نفسي ولا الشخص ده بيخليني انتقد نفسي اكتر. هي دي الطريقة اللي هنعرف نفلتر بيها الاشخاص اللي حوالينا. لو سمحتوا اعملوا التمرين ده، واقول لكم بعد كده ايه هي الاستفادة اللي احنا هنستفيد منها من التمرين ده. عايزة اقولك في اخر الفيديو ان احنا ممكن نكون حصيلة 5 أو 6 أشخاص موجودين في حياتنا، هما اللي بيمنتجوا حياتنا، هما اللي بيكونوا حياتنا. فعشان كده عايزة منكم في الكومنتات وفي التعليقات تحت كل واحدة فيكم تقولي عن صديقتها، الصديقة الصدوقة اللي بتفكرك بجمالك لما بتنسيه. منشني ليها واشكريها، وخلينا نعرف مع بعض ازاي نختار الناس اللي بتدخل في حياتنا من دلوقتي ورايح. الوقت لسه ما فاتش واحنا لسه في البداية. بشكركم وبحبكم كتير، واستناكم في الفيديو الجاي. بحبكم.